السلام عليكم. اليوم جبت لكم واحد المعلومه اللي معلومه غنيه، معلومه مفيده، معلومه خطيره، وانها غادي تقدر تبدل حياتكم. وهذه المعلومه هذه راه الناس كيدفعوا ليها الفلوس، وانا يوقع لك مشكل كيبغيو يعطيو ليها الفلوس وما كيلقاش اللي يعطيوهم هذه المعلومه هذه اللي غادي نعطيكم انايا دابا. وقليل بزاف اللي عارفينها واللي كيكون عارف هذه المعلومه ما كيبغيش يبارطاجيها، وخصوصا اصحاب الشركات او المقاولات ديال الخصوصي، مقاولات خاصه ولا المؤسسات بريفي، ما كيبغيوش يبارطاجيو معكم هذه المعلومه. علاش؟ حيت باش انهم ما تضربوهمش بها. واش تفهمنا؟ الا كنتي كدير شي حاجه، خلي داك الشيء ابار بلاتي، وجيب لك شي قهوه، شي كاس ديال القهوه، ولا صوب لك شي دكه ديال اتاي، واجي تصنت ليا مع راساتك، تكالمو تصنت وخذ هذه المعلومه حيت تقدر تنفعك وتنفع عائلتك وتنفع بها الناس اللي عزاز عليك، وتبارطاجيها مع الناس اللي عزاز عليك، حيت غادي تغير حياتك. وخصوصا الناس اللي عندهم الكريدي، الناس اللي واخدين القروض السلاف، سواء بالفائده ولا قرض مدعم بدون فائده. اذا معكم كريم ايتطال، وهذه القناه ديال كريم طالبي. ما تنساوش انكم تشجعونا، ديروا ابوني، عبروا على الاراء ديالكم بكل حريه واللي في اطار المصداقيه والمسؤوليه واحترام الاخر بطبيعه الحال، باش اننا نواصلوا ونعطيو كل ما عندنا. اذا نبداو تبارك الله، بسم الله. اذا مجموعه ديال الناس، مجموعه ديال الاشخاص، انهم بعض المرات في الظروف ديال هذه الازمه هذه اللي كنعيشوها، كما كتعرفوا، ازمه اقتصاديه، ازمه سياسيه، ازمه اجتماعيه، عندنا التضخم، غلاء الاسعار، قله فرص العمل، بطاله. اذا في الظرف ديال هذه الازمه الانسان بعض المرات انه كيكون خدام، سواء موظف مع الدوله اي في القطاع العمومي، او لا خدام في القطاع الخصوصي بريفي، في مقاوله، في شركات، اي حاجه، وانه كيلتاج بعض المرات تفرض عليه الظروف، كيلتاج يمشي ياخذ القرض السلف، سواء داك السلف بالفائده ولا بدون فائده. الا كان بالفائده ما ندخلوش حنايا في ديتاي، داك راه محرم، كيحرموه الشرع والدين ديالنا. كان بلا فائده داك راه قرض، اذا مشروع، اذا انه محلل. هادشي ما ندخلوش حنايا في هاد ديتاي هادو، نخليو في المعلومات ديالنا. شحال من واحد انه كيبغي مثلا كريدي، قرض من اجل السكن باش انه يسكن، قرض من اجل الكونسوماسيون كيتسمى القرض الاستهلاكي باش انه مثلا شي خاصه شي اساس في الدار ولا شي حاجه يجهز به الاساس، ولا قرض باش انه يخرج مثلا يشري شي طوموبيل، شي سياره مزيانه، ولا شي حاجه بحال هكا. مهم متعدد الاغراض. بعض المرات كياخذ هذا القرض، نقولوا مثلا هذا السير كيتخلص 4000 درهم، كياخذ قرض كيبقى يخلص 1000 درهم مثلا، ولا شحال درت معاه لا بنك لا بنك خليوها اكس. نقول لكمش انايا بنكه فلانيه ولا بنكه فلانيه ولا بنك، خليوها اكس. مثلا نعطيكم 100 امثله، مثلا بيمسيو افريكا مثلا، تجاري وفاء بنك، قرض فلاحي، القرض الشعبي، البريد، بزاف. المهم حنايا نخليوها في ابناك. مثلا انه مشى خدا واحد القرض وكيحيدوا له في درهم، السيد غدا وقع له مشكل، ما بقاش خدام. اذا خصك تعرفوا واحد الحاجه، داك السكن ولا ديك الطوموبيل اللي خديتي ولا داك الشيء اللي خديتي، ماشي بسميتك، داك الشيء راه بالسميت، راه داك الوراق ديال المرهون لديك البنك ديال انت ما عندكش ماشي ديال ديك البنكه، ديك الدار بسميت ديك البنكه، ديك الطوموبيل عندك بسميت ديك البنكه، ديك الثلاجه اللي عندك راه بسميت ديك البنكه، تتسالي لها الخلاص ديالك. اذا الانسان هنا كيتزير، كيقولوا له تخلص، ما تخلصش، كيقولوا ما عنديش، سيدي ما بقيتش خدام، كيعطيوش الوقت انه فين يمشي يقلب على الخدمه، السيد كيولي يدخل في واحد المرحله ديال الاكتئاب، كيكتئب، كيولي في المشاكل، يقدر كاع لا قدر الله يمشي كاع، يقدر يتحمل واحد انه حماق. كاين واحد الحل اللي عطاه لك المشرع المغربي، كاين حل قانوني، وان هاد المؤسسات كيخبيو المعلومه. كاين الناس اللي خدامين كيعطيو المعلومه، وكاين الناس اللي كيخبيو المعلومه باش ما تضربهمش بها. اذا هاد المعلومه هادي
شنو خصك دير في هذه الحاله؟ السؤال مطروح، شنو انا خاصني ندير في هذه الحاله وقع لي مشكل ما بقيتش خدام؟ غندفع لهم طلب حبي انني ما بقيتش خدام وانهم يوقفوا لي اقتطاع واحد المده معينه، والى انهم رفضوا وما استجابوليش الطلب ديالي كنكتب طلب القسم ديال المنازعات، اي كنقول قسم المنازعات اي البنكه الاساسيه، البنك المركزي ديال ديك لابونك، ماشي الفروع، البنك كما كنقولوا المنبع. خلينا من البنك المركزي، ما كنهضروش على البنك المركزي الكبير ديال المغرب اللي كيعطي بنك المغرب، لا. مثلا نعطيو مثال، مثلا بيمسيو بنك، اذا كنقولوا المقر ديال البنك المركزي ديالها مثلا كاين في الرباط، البنك ديال المركزي، وعاد عندنا الفروع دي جازونس ديال الفروع. انا مثلا عندها 4 ديال الابناك عندها في مدينه مثلا صفرا، عندها 10 ديال الابناك مثلا في فاس، عندها 14 البنك مثلا في كناز، كتسموا الفروع ديالها. اذا باش نكونوا متفقين في هذه الحاله شنو كدير؟ كتهز طلب كتصيفطوا للقسم ديال المنازعات، الى انه ما استجابولكش انا شنو كدير؟ بعدا داك النسخ اللي درتي لهم النهار الاول ملي مشيت تحطوا طلب، خصك دير فوتوكوبي طلب، غدير منه 2 نسخ، تعطيه طلب والطلب الثاني تقول له كاشي لي عليه بلي انك راك عطيتيه طلب، كيبقى عندك النسخه بلي انك قدمتي لهم طلب. ونفس الطريقه اللي غادي دير مع القسم ديال المنازعات. اذا هنايا في القسم المنازع الا ما استجابولكش كتمشي كتدي داكشي المفوض قضائي، وهنايا كتستافد من عامين عطيها لك المشرع المغربي، كترفع دعوه عليهم بلي انهم ما بغاوش يوقفوا لك، انك راك فواحد الظرف قاهر ما خدامش وقفتي على العمل على انك تقلب على الخدمه. اذا هنايا الملف ديالك كيتحل على المؤسسه القضائيه، على القضاء، وكاين واحد الماده 149 من القانون اللي كيحمي المستهلك. هنا كيعطيوك اقصى اجال ديال تقريبا 24 شهر، مده عامين انك ما تخلص حتى شي حاجه، ما تخلص والو، تتسالى داك العامين وعاد انك تبدا تخلص، تقلب على خدمه وتستقر وترتاح، الوضعيه النفسيه ديالك ومن الناحيه الماديه والمعنويه ترتاح، عاد تخلص. وشكون اللي كيحدد لك الطريقه ديال انك تادي اداء؟ القاضي هو اللي كيولي هنا كيتدخل وكيحدد لك الاداء. الا كانت كدير لك بنكه 1000 درهم، القاضي يدير لك هي 600 درهم ولا 500 درهم على حسب الاجر اللي غادي يكون اللي غادي تخدم مستقبلا باش انك تادي. الا كانت تحدد لك البنكه وتخلص داك القرض في 10 سنوات، يقدر يدير لك القاضي 20 سنه. اذا المهم انك كتنفس وكتستافد من عامين 24 شهر وانت ما كتخلص والو، مرتاح، وانك مازال في ذاك الدار اللي واخدها ساكن فيها عايش فيها وما كتعطي حتى درهم، انت كتسالي مده عامين تقلب على تنفس مزيان، دير شي بيعه وشريه ولا تقلب على خدمه واحده اخرى ولا ديفلوبي راسك، المهم طور راسك. عامين انك ترتاح، من موراها كتولي انك تخلص. شو كيتسمى تاجيل السلف، تاجيل القرض ديال السلف، كيأجل لك، ما كيبقاوش مزيرين الاخرين شنو غايديروا ما خلصتيش شهرين 3 شهور الدار ديالك كيديوها لك ولا الطوموبيل ديالك كيحجزوا لك عليها كيديوها لك. اذا باش الانسان يتفادى هذا المشكل وقع له مشكل مع شي مؤسسه، اول حاجه غيديرها غادي يمشي يرفع شي محامي مزيان ويرفع دعوه قضائيه عليهم وغيربحهم وغيستافد من هاد العامين اللي كيخولها له القانون المغربي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش انكم تشجعونا وديروا ابوني باش نزيدوا نعطيو كل ما عندنا ان شاء الله، ونزيدوا نبحثوا ونعطيكم معلومات قيمه ومعلومات مفيده. وان شاء الله تلاقاو في واحد الفيديو جديد. تهلاو فراسكم.